برشلونة سيبرم 5 صفقات، وبهذا الشكل سيكون منافسا شرسا لريال مدريد، لأن الملكي ببساطة يستطيع إجراء تعاقدات قوية منذ سنوات، بينما يعاني البارسا من أزمات مادية طاحنة، ولكنه وجد الحل دون الحاجة إلى ميركاتو. ولكن بالحاجة إلى أموال، فماذا سيفعل؟ في خطوة تعكس حرص إدارة النادي الكتالوني على بناء فريق قوي ومستقر للمستقبل، أوشك البارسا على حسم ملف تجديد عقود مجموعة من أبرز لاعبيه الشباب. فقد أشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو إلى أن النادي قد توصل بالفعل لاتفاق مع 5 من لاعبيه من أجل تجديد عقودهم مع الفريق قبل أن يواجه خطورة رحيلهم مجانا بعد نهاية العقود. هذه الأسماء قادرة على حمل النادي لسنوات، ووجودها سيكون حجراً أساسياً في بناء مشروع المستقبل. اسمان من ال5 هما بيدري ورونالد أراوخو، فمن البقية؟ لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فلاعب الوسط الموهوب غافي والمهاجم الواعد جيرارد مارتين هما الآخران اللذان ينتظران توقيع العقود الجديدة. ولم ينسى برشلونة جوهرته الشابة لامين يامال، حيث أكدت جميع المصادر المقربة من النادي الكتالوني أن لابورتا يعمل جاهدا لتجديد عقد اللاعب الموهوب، ويعتبر يامال إحدى أهم المواهب الصاعدة في كرة القدم العالمية، ويرى برشلونة فيه المستقبل الواعد للفريق. هذه الخطوة من جانب برشلونة تؤكد حرص الإدارة على بناء فريق قوي يعتمد على المواهب الشابة التي تمثل المستقبل الحقيقي للنادي. فبيدري وأراوخو وغافي ومارتين ولامين يامال هم جميعا لاعبون يتمتعون بإمكانيات فنية عالية، وهم قادرون على قيادة برشلونة لتحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات القادمة. فهل تعتقد أن برشلونة ينقصه التعاقد مع أي لاعب إذا حمى مجموعته الحالية؟